السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وبسعادة وبهنا. تحياتنا للجميع بره مصر وجوه مصر، اخواتي وحبايبي في كل مكان. بشكركم على تعليقاتكم، بشكركم على لايكاتكم، وبشكر كل حد اشترك يشرفني في القناة. قبل ما نبتدي حلقتنا زي ما اتعودنا في الفيديو اللي فات، هندعو لاخواتنا في فلسطين وربنا يفك كربهم يا رب وينصرهم بإذن الله على عدوهم، ونصلوا على الحبيب عشان قلبنا يطيب وقلبنا معاكم يا غزة. ورجعنا لكم بالحلقة الخامسة من تجهيز الحمام لموسم الفرخ بدون أمراض بدون مشاكل. تمام. اول حاجه طبعا احنا الفيديو اللي فات انا كنت بنظف، تمام، وقلت لكم انا هغسل المزاقي مع نفسي طبعا عشان انا ما عنديش ستاند وما عنديش حد يصور يعني يمسك الكاميرا مني، يمسك التليفون، تمام. فانا حضراتكم بعد ما سبتكم وخلصنا الفيديو اللي هو اللي فات، بدات ان انا اغسل في المزاقي، تمام. وقلنا هنغسلها بايه؟ طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، قلنا هنغسلها بايه؟ تمام. هنغسلها بصابون سائل وشويه كرول في بتاعه ميه كبيره، وهتبدا تغسلها بليفه، تغسل بقى المسائي وتغسل بتاع دوت. الطواجن برده ممكن تتغسل عادي، تمام. والاكلات. طب ابو سجده يعني طريقه سهله للغسيل اوام. انا اقول لحضرتك حاجه، بص الطريقه اللي انا عملتها، انا سبتهم في الميه لمده بتاع حوالي ساعتين زمن باشوا، لان لو اي حاجه فيها جامده زبله جامده هتبوش، تمام. انا سبتهم في الميه، تمام، بالميه اللي هي بالصابون والكرول، سبتهم بتاع ساعتين، تمام. لقيتهم باشوا بسم الله ما شاء الله، بصراحه هوريهم لحضراتكم، ولقيتهم نطفوا وزي الفل، وبدات اغسلهم غسله نظيفه في البانيو عندي. والوليه يعني كانت هتصرخ وبهدلت الدنيا، تمام. البانيو بيبقى بالنسبه لي احسن، تمام يا شباب. انا بملى البانيو وبحطهم بسيبهم شويه يبوشوا وبعد كده بغسلهم، تمام. وبعد كده بنشطفهم شطفه حلوه بميه نظيفه لوحدهم، وبعد كده نسيبوهم هينشفوا وهيبقوا زي الفل، وهنوريهم لحضراتكم دلوقتي، تمام. انا دلوقتي في نفس اليوم اللي صورت فيه الفيديو اللي فات، تمام. بس غيرت هدومي، تمام، عشان هدومي كانت متبهدله، وجبت الطواجن طلعتها فوق، وجبت المسائي طلعتها فوق، وظبطت الدنيا، تمام يا شباب. وجبت لكم بقى الحاجه اللي احنا قلنا هنطهروا بيها العيون اهي. بصوا الحاجه دي يا شباب، بصراحه انا ما كنتش فاكر ان لعنه الفراعنه بالجمال ده. انا كان عندي نمل ياما تحت في البيت في الشقه عندي، يا دوبك رشيت عليه اقسم بالله النمل مات في ساعتها، بسم الله ما شاء الله. فلعنه الفراعنه دي طلعت كويسه جدا يا رجاله. وفي برضه استاذ جبريل عنده برضه مبيد جامد قوي اللي هو بتاع الحشرات، تمام، ده ممتاز جدا. بس ده بصراحه قوي، انا ده عجبني، جربته بصراحه، لقيته عند الجماعه عندي تحت، فقلت اجربه. حتى حطيت لي للحمام كان فيه دبان للزغاليل، رشيت عليهم بصراحه ما خلاش ولا دبانه بامانه الله، تمام. عشان ما اطولش على حضرتك، لعنه الفراعنه ده هيجيب لك من الاخر، تمام. هنرشه بيه العيون دلوقتي، هنوري لحضراتكم عشان لسه ما رشيتش بيه العيون. طبعا انا نضفت العيون بس ما رشيتهاش، تمام. وهفرجكم كده ايه المسائي بعد ما نتفت. يلا بينا عشان ما اطولش على حضراتكم، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. بصوا المسائي من جوه عامله ازاي يا شباب، بصوا المسائي بسم الله ما شاء الله، بصوا المسائيه عامله ازاي، بصوا من جوه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا النظافه، كل ده عشان انا بوشتهم من يعني بقالي ساعتين مثلا، بنحطهم بقالهم ساعتين في الميه. بصوا بسم الله ما شاء الله في النظافه اهو. بصوا اهو، بصوا شباب اهو، بصوا مفيش اي حاجه. الطاجن من جوه بصوا عامل ازاي نضيف اهو، تمام يا شباب، تمام اهو. بصوا الاكله بقى، الاكله كانها جايه لسه جايه، بصوا اهو. لازم النظافه دي عشان الامراض. الكرول بيمنع الفيروسات. لما تغسله بكرول وصابون سايل مش غالي الحاجات دي كده، تمام اهو. زي ما حضراتكم شايفين، بصوا الطواجن طبعا حكيناها ما غسلناهاش لان الطواجن طالع ميتينها اساسا، ربنا يسهل وهنجيبوا طواجن جديده، تمام. احنا غسلناها بس كده، عملناها كده حكيناها، وهنحط فيها بعد كده ايه الحاجات التانيه، تمام حضراتكم. وبصوا بقى العيون نضفناها برده اهي، اللي معاها زغاليل اهي. بصوا على قد ما قدرنا طبعا، لان انا كده قلت لكم انا هغير المانير ده اهو. بصوا اهو
اهو تمام اهو. بصوا اهو، وهوريكم هنرش ازاي اهو. بصوا واقسم بالله بصوا اهو اهو، حتى عند الطواير اهو. بصوا اهي الطواير بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا اهو لسه عاملين براس دلوقتي اهو، احنا نضفناها وحكيناها. طبعا الحمام مشكلته ان بيعمل براس ياما، يعني بيشخ ياما الحمام. بص اهو اهو عند المساويد اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله عند المساويد اهو. بصوا شباب اهو عند المساويد اهو، عملوا الزغلول لابنهم اهو اللي شفناه المره اللي فاتت اهو. بصوا شاخين اهو شخوا تمام. عملوا براس اهو اهو شباب. عشان ما اطولش على حضراتكم والفيديو يطول عليكم اهو تمام. هنرشه اهو. هتجيب اللي هو لعنه الفراعنه ده اهو وهترش كده، هو مش سام. بس اهم حاجه ان انت ما تجيبش في وش الحمام اهو، في وش الحمام تمام. واهم حاجه ما يكونش فيه اكلات ولا يكون فيه شرابات تمام اهو. بص اهو اهو تمام. وعلى الزغلول كمان اهو اهو، وعلى الحمام. بس اهم حاجه ما تجيبش على عينيه اهو اهو. بصوا اهو انسى. والخشب اهو اهو. معلش انت هتكلفك بس ان انت هتجيب كام واحده اهو. بص اهو اهو اهو. بصوا اهو. بصوا هترش العيون كلها، هترش العيون كلها عشان ما اطولش على حضرتك اهو. وترش من بره اهو. بصوا يا جماعه وترش من بره كده. انت بتطهر المكان عشان لو في اي فيروسات في اي حاجه تمام اهو اهو. بترش على الحمام لو في حشرات كمان فيه. قسما بالله بصراحه انا ظبطني اهو. بصوا حضراتكم اهو برش على العيون من بره عشان لو الخشب في حشرات تطلع تمام. انا هكمل مع نفسي اهو. بصوا اهو دول الطوائر بتاعتنا اهي، يمكن فرجناها لكم اهو قبل كده اهو. بسم الله ما شاء الله عليهم اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الوشوش مش وحشه، حاجات عوايده بس حاجات كويسه تمام تمام.